مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء المستهل بالعناوين. إصابة 32 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. مجلس إقليم القاشبركة يعقد اجتماعه الدوري 19. جهود لتطوير خدمات الإحصاء والمعلومات الجغرافية في الإقليم الأوسط. لافروف وبلينكن يتمسكان بمواقفهما في مستهل لقائهما في جنيف. مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في المحيط الهادي. مصر 11 جنديا في هجوم على مقر للجيش العراقي شمال شرقي بغداد. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في أقاليم الأوسط والقاشبركة والجنوبي أظهرت إصابة 32 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 21 من الإصابات في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط، وكانت في جازاباندا وترافولو ومعسكر دندن ووسط المدينة وأخرية، ومصابون قادمون من مندفر وسجنيتي، وسبع إصابات في إقليم القاشبركة، 3 منها في أم حجر و3 في بارنتو وواحدة في كركبت، وأربع إصابات في الإقليم الجنوبي، 2 في مندفر وواحدة في كل من سجنيتي ودباروه. في غضون ذلك شفي 82 مريضا، 28 من الإقليم الأوسط و26 من إقليم عنسبة و23 من الإقليم الجنوبي و5 من إقليم شمال البحر الأحمر، فيما توفي مريض واحد من الإقليم الأوسط يبلغ من العمر 82 عاما. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9192، شفي منهم 8628 وتوفي 90 مريضا، فيما لا يزال 474 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من يناير 2022. عقد مجلس إقليم القاشبركة اجتماعه الدوري 19 يوم 20 من يناير، وقيم الأنشطة التي قام بها عام 2021، وبحث دور أعضاء المجلس لإنجاح البرامج التنموية والأمنية. وأشاد رئيس المجلس السيد عثمان محمد علي بجهود توسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية، ودعا الأعضاء للمساهمة الفاعلة لرفع الإنتاج الزراعي والتحصيل الضريبي للأراضي والزراعة والمواشي. من جانبه أوضح حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي بأن رفع الإنتاج الزراعي وتنمية المراعي والمواشي والتحصيل الضريبي وإدارة المياه والمواشي ومكافحة تدمير الغابات والحرائق وحل الخلافات والنزاعات وإصلاح البيئة من المهام التي تمنح الأولوية. وقال إن معظم البرامج قد نفذت بالمشاركة القوية لأعضاء المجلس والشعب. ودعا أعضاء المجلس لتعزيز مساهمتهم لإنجاح البرامج الحكومية وإيصال مطالب الشعب إلى الجهات المعنية سريعا. وقدم الاجتماع آراء تدعو الجهات المختصة لتقديم الدعم لحل مشكلة مياه القرى والاهتمام بمجاري الصرف الصحي لمدينة أغرداد وتوزيع الأراضي لوضع حد لانتهاكات استخدام الأراضي وإيجاد حل لإشكالية المواصلات الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا. وبحث مجلس إقليم القاشبركة البرامج المنفذة العام الماضي والبرامج المستقبلية، وأوصى لمنح الأولوية للبرامج الأمنية والتنموية وتنفيذ أساليب تساعد على رفع الإنتاج الزراعي وتنمية المواشي ومشاركة كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع في جمع الضريبة الحكومية واتخاذ القرى المسؤولية لمكافحة قطع الأشجار. أعلن المدير العام لقسم الإحصاء ونظام المعلومات الجغرافية في الإقليم الأوسط السيد تدروس تخلي أن جهود قوية تبذل لتقديم خدمات جيدة وسريعة. وقال إن القسم يعمل من خلال مركز المعلومات الذي أدخله عام 2003 ب8 نظم معلومات تؤطر إدارات 13 مديرية في المدينة ومكاتب التنمية المعمارية والسجل المدني وإيجارات البيوت والإيرادات الضريبية. وقدم عام 2021 28,961 شهادة للميلاد والزواج والطلاق والجمعيات والوفيات والأسرة وغيرها. وأشار إلى تنظيم الدورات التدريبية لرفع قدرات الأعضاء لتقديم خدمات جيدة وفاعلة،
وسيجري العمل هذه السنة لربط مديريات بريخ وقال نفحي وسرجق بنظم المعلومات للحصول على الخدمات الاجتماعية عن قرب. وأكد على أهمية وجود سجلات مستدامة داعيا المواطنين عامة والأطفال المواليد للتسجيل في أقرب إدارة واستخراج شهادة ميلاد، ناصحا أولياء الأمور لتوخي الحذر في إطلاق الأسماء على أبنائهم لأنها لا يمكن تغييرها دون أسباب موضوعية وعملية قانونية بعد وضعها في السجل المدني. تجري في مديرية مندفرة انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى ومحصلي ضريبة المواشي والأراضي في 7 ضواحي من جملة 15 ضاحية من 18 من يناير الجاري. وأوضح مدير مديرية مندفرة سيد هزقياس وهبة أن التثقيف المسبق للشعب ساعد في إنجاح الانتخابات التي جرت لتغيير الإدارات السابقة بأخرى جديدة. وأكد المدراء المنتخبون على العمل لإيصال برامج التنمية والتصدي لغايتها المنشودة. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن الانتخابات ستتواصل في المديريات المتبقية. نظم الإريتريون في أستراليا في 15 و16 من يناير مهرجانهم 22 السنوي تحت شعار مستعدون لكل الاحتمالات. وألقى مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية السيد ياسين عمر في الحفل المهرجاني المقام في ميلبورن كلمة أوضح فيها أهمية المهرجان في تمتين الترابط الوطني وتنشئة الثقافة والهوية الوطنية وكذلك تقوية برامج التصدي التنموي معبرا عن تمنياته الطيبة. من جهته أشاد رئيس الجالية الإريترية في فيكتوريا السيد كيداني غومبات بالجهات التي شاركت في إخراج الحفل بالشكل الذي يليق به، مؤكدا جاهزيتهم لتقديم كل ما في وسعهم لإنجاح برامج التصدي الشامل. كما أجرى فريق جاليتي إريتريا وإثيوبيا في ميلبورن منافسات كرة القدم لزيادة بريق الحفل المهرجاني. بدورهم أقام الإريتريون في مدينة برزة الغربية مهرجانهم السنوي بما يعكس الهوية الوطنية. وقال رئيس الجالية الإريترية في غربي أستراليا السيد تسفاي ماسفن إن المهرجان يحمل معنى ومسؤولية رزينة في وقت التعبئة كضرورة مرحلية، مؤكدا الرغبة العالية والجاهزية الكبيرة لتنظيم المهرجان في المستقبل بأروع وأجمل من هذا العام. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن واشنطن وعدت بتقديم رد خطي الأسبوع المقبل على المطالب الروسية بانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أوروبا الشرقية بعد محادثات في جنيف مع نظيره الأمريكي حول الأزمة في أوكرانيا وصفها بأنها صريحة. وأكد لافروف لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مستهل المحادثات إنه لا يتوقع اختراقا. وفيما كان يجلسان وجها لوجه توعد بلينكن لافروف في مستهل جلسة المحادثات برد موحد وسريع وصارم في حال غزت روسيا أوكرانيا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تواصل السعي لإيجاد حل دبلوماسي. وهذا اللقاء هو أحدث خطوة من مسار دبلوماسي مكثف بدأ منذ 11 يوما في جنيف بين مساعديهما. وتشتبه واشنطن في أن موسكو تنوي غزو أوكرانيا، فيما ينفي الكرملين أن تكون لديه أي نية في ذلك رغم إبقائه على نحو 100,000 جندي على طول الحدود مع جارته. أعلن مسؤول في البحرية الإيرانية أن إيران وروسيا والصين بدأت مناورات بحرية مشتركة تستمر 3 أيام في المحيط الهندي وتهدف بشكل خاص إلى تعزيز الأمن المشترك. وقالت الوكالة إن وحدات بحرية وجوية تابعة للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية تشارك في المناورات التي تحمل اسم حزام الأمن البحري 2022. ونقلت الوكالة على المتحدث باسم المناورات مصطفى تاج الديني أن المناورات تجري في منطقة على مساحة 17,000 كيلومتر مربع، مشيرا إلى أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تشارك فيها أيضا.
استهدف تنظيم الدولة الإسلامية مقرا للجيش العراقي في محافظة ديالى الواقعة شمال شرقي بغداد. نجم عن الهجوم مقتل 11 جنديا عراقيا، كما ذكر مسؤول عسكري في ديالى لوكالة الأنباء الفرنسية. وقال المسؤول إن 11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم قتلوا في هجوم لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية بأسلحة مختلفة بينها خفيفة، ورجح أن يكون عناصر التنظيم قد استغلوا وعورة المنطقة وانخفاض درجات الحرارة لتنفيذ هجومهم الذي وقع ضد مقر في منطقة حاوي العظيم الواقعة للشمال من بعقوبة والمحاذية لمحافظة صلاح الدين. وأكد محافظ ديالى مثنى التميمي في حديث لوكالة الأنباء العراقية الهجوم، موضحا أنه استهدف أفرادا من الفرقة الأولى في منطقة العظيم. وأعلن العراق أواخر 2017 انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرد الجهاديين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قتل زعيمه في عام 2019. خلف انفجار كبير غربي غانا الخميس 17 قتيلا وما لا يقل عن 59 مصابا، بعضهم في حال حرجة. ودمر الانفجار جزءا من مدينة أبياتيسي على بعد نحو 300 كيلومتر غربي العاصمة أكرا. وقالت الحكومة إن الانفجار نتج عن حادث تعرض له شاحنة تحمل مواد متفجرة مع دراجة نارية. وتم تفعيل خطة إجلاء لنقل المصابين الذين تتسم حالتهم بالخطورة إلى مرافق طبية في مدينة أخرى ليتلقوا العلاج. وقال وزير الإعلام كوجو أوبونغ نكروما في بيان إن العناصر الأولى للتحقيق تظهر أن الأمر يتعلق بحادث بين شاحنة تنقل مواد متفجرة لشركة تعدين ودراجة نارية وآلية ثالثة وقع بالقرب من محول كهربائي وأدى إلى الانفجار. وكتب رئيس غانا نانا أكوفو أدو على تويتر إنه حادث مأساوي حقا، معبرا باسم الحكومة عن خالص التعازي لأسر القتلى. سيداتي وسادتي، في ختام نشرة أخبار المساء هذه أعود فأذكر بعناوينها. إصابة 32 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. مجلس إقليم الكاشبركة يعقد اجتماعه الدوري 19. جهود لتطوير خدمات الإحصاء والمعلومات الجغرافية في الإقليم الأوسط. لافروف وبلينكين يتمسكان بمواقفهما في مستهل لقائهما في جنيف. مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في المحيط الهادي. ومصر 11 جنديا في هجوم على مقر للجيش العراقي شمال شرقي بغداد. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.